بات العالم كله عدوا لك، لم يعد لديك مكان تهرب إليه، فأنت في أعين الجميع مجرد شيطان. تخيل صديقي العزيز تكون شخص عادي وفجأة تكتشف انك ابن الشيطان، ومش شيطان عادي، لا، فانت ابن وريث عرش ستان ملك الشياطين. فالقوة اللي مختومة جواك يا تلتهم العالم يا إما تلتهمك. عارف اني اتأخرت عليك يا صديقي، ولكن ده كان غصب عني، وعشان كده انا محضر لك النهارده ملحمة هتعوضك عن فترة الغياب الطويلة دي. فمن غير ما نطول في الكلام صل على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، وهيا بنا نبدأ في سرد الحكاية. ده هو رين، لسه خارج من خناقه دلوقتي مع مجموعه المتنمرين دول، بس على عكس المعتاد يا صديقي الواد بوظ وشهم. بيرجع بعدها للكنيسه واللي هي بيته بالمناسبه واللي عاش فيه من وهو صغير. اول لما بيشوف الراهب بيستجوب عن الجروح اللي في وشه، وبيحاول صاحبنا يحور عليه ولكن مش بيصدقه وبينزل فيه ضرب. بيعرفه كمان انه اتطرد من الوظيفه اللي كان فيها. في الوقت ده بيجي اخورين الصغير واللي اسمه يوكو، وده عامل زي ابن خالتك كده اللي امك عماله تعايرك بيه طول الوقت. الواد مقفل كل حاجه حرفيا وبيستعد دلوقتي علشان يدرس الطب كمان، على عكس صاحبنا رين اللي مش نافع في شغل ولا تعليم ولا اي حاجه خالص. بياخد يوكو رين يعالج جروحه، وبيروح الراهب يقابل الناس اللي جات تتخلص من الشياطين في الكنيسه. ولما بيقعد يوكو مع رين يعالجه بيساله عن اللي حصل. بنعرف وقتها ان المتنمرين دول كانوا قاعدين يصطادوا الحمام في الشارع، ورين لما شاف كده مسكتش وراح وقفهم عند حدهم. في الوقت ده بيدخل عليه 2 من الكنيسه وبيعرفوا ان هم جابوا له شغل تاني، وكمان كلموا المكان اللي هيشتغل فيه وخدوا منه ميعاد للمقابله. رين ما كانش عايز يروح ولكنهم اصروا جهزوا له البدله اللي هيلبسها كمان. الواد اتدبس يا عيني وهيروح علشان ما فيش في ايده حاجه، وبيروح يلبس ويتشيك علشان يطلع على هناك. وهو طالع على مكان المقابله بيقابل الراهب اللي كان واقف مع الست دي وبنتها بعد ما ساعدهم في طرد الشيطان كان بايديه الطفله الصغيره دي. رين بيقرب منه بيقول له انا مش عارف هم بيشكروك على ايه، بتساعدهم في حاجه مش موجوده اساسا. فرين يا صديقي عمره ما صدق ان الشياطين موجودين. فالعجوز بيقول له والنبي ليه انت ما انتش نافع في حاجه. فرين بياخدها بتحدي وبيقول له انا هتقابل في الشغلانه دي وهوريك مين انا، راقبني بس وانت تشوف. المهم بيطلع على المحل وبيقابل الست صاحبه الشغل، بيحاول يقنعها بكل الطرق ان هي تقبله. في النهايه بتقرر تختبره النهارده وتشوف اداؤه. بيبدا رين بمهمه صعبه جدا وهي نقل كل الصناديق دي قدام باب المحل، بس رين مش بييأس لها وبيقرر يعمل كل اللي يقدر عليها علشان يكسب تحدي الراهب ليه. بيبدا في نقل الكراتين بسرعه جدا، وحتى الست بتاعت المحل كانت متفاجئه من اللي بيعمله. الواد عنده قوه بدنيه رهيبه يا جدعان، ولما بيقرب يخلص وينقل اخر كرتونه بيكعبل وبتطير منه بتنزل على دماغ الست بتغرقها. بتجربه في كذا شغلانه بعدها ويا عيني رين بيطين الدنيا اكتر واكتر، مفيش حاجه بيعملها الا وبتنتهي بمصيبه يا صديقي. وفي نهايه اليوم رين بيبقى قاعد ومش عارف يتصرف ازاي، ففي واحده من المحل بتيجي وبتحاول تخفف عنه، بتعزمه يجرب الصنف الجديد اللي مدخلينه المحل. بيدور انه بيطلع طعمه يقرف، فالست صاحبه المحل اشترت منه كميه كبيره علشان سعره رخيص، ولكن للاسف لما حطته محدش اشترى منه اي حاجه. رين ساعتها بيقرر يتصرف وبيحاول يغير طعمه وربنا يستر من اللي هيحصل. بس المفاجاه يا صديقي ان رين بينجح فعلا والمنتج الطلب عليه بيزيد. بتيجي صاحبه المحل هي كمان تدوب يعجبها طعمه، بتقول له الشغل بيبدا الساعه 8 الصبح ما تتاخرش. رين اتقبل اخيرا في الوظيفه. الواد من الفرحه مش بيستنى لما يروح وبيتصل بهم في الكنيسه يبلغهم. الكل بيكون مبسوط وبيقول له يرجع بدري علشان هيعملوا احتفال بالمناسبه دي. وهو في طريقه راجع للمحل بيشوف طفله الشال بتاعها طاير في الهواء وبتطرده، بيروح يمسكه وبيديهولها وبيعرف ان هي نفس البنت اللي كانت بتتعالج في الكنيسه. الشال بيتشد من ايد رين وبوم فجاه بيظهر كائن. رين بيتصدم اول لما بيشوفه، فدي يا صديقي اول مره رين يشوف فيها شيطان. الشيطان ده بياخد الشال وبيجري ورين وراه بيطرده. بيجري جوه المحل ورين عمال يخبط في الناس وفي البضاعه ومحدش شايف الشيطان ده غيره. الشيطان وهو بيهرب بيوقع شويه كراتين فوق البنت صاحبه الشال وللاسف بتتأذى. بيجي الليل وبيكونوا مجهزين الاكل ومستنيين رين علشان يحتفلوا بيه. بيعدي وقت ومش بيوصل وبيخرجوا يدوروا عليه في كل مكان. بيروح ياكل المكان اللي رين بيقعد فيه وقت ما بيكون مخنوق وبالفعل بيلاقيه هناك. بيقول له يلا نرجع ولكن رين ما كانش عايز يقابلهم. بيسالوا في ايه رين بيقول له انا اتطردت، فبعد اللي حصل قالوا لي احنا مش بنشغل مجانين معانا. يوكو بيقول له ايه سبب الطرد، رين بيرد صدقني انا مش عارف. بيبدا يوكو يلومه وبيقول له انت بتتحجج علشان تغطي على فشلك، انت ما تعرفش كلنا فرحانين قد ايه علشان الشغل ده جالك. بيطلب منه يشرح ولكن رين ما كانش عنده اجابه، فبياخده وبيرجعوا البيت. بيلاقوا الراهب واقف معاه بالطفله صاحبه الشال واللي يجيب نفسه علشان يشكر رين بعد ما انقذ بنته من انهار الكراتين عليها. بيعتذر له علشان بنته دايما مهمله وبتعمل مشاكل، ولكن رين بيقول له لا بنتك مش مهمله في حد بيضايقها. بيسال الاب شكله عامل ازاي ولكن رين ما كانش عارف يوصفه. الاب كان فاكر انه حد من المدرسه، بس البنت بتقول له اللي بيضايقني مش بشري. بتقول له دول اشباح وبيضايقوني كل يوم في غرفتي
اخواتي وكمان بقوا يضايقوني براها. الاب مش بيصدق الطفله وبيقول لهم هي على طول كده، بس رين بيقول له بنتك مش بتكذب. بيغضب وبيقول له لو انت ابوها مش مصدقها هي تروح تحكي لمين يعني. في الوقت ده الراهب بيتدخل وبيهدي الوضع. بيمشي الراجل للمكان بعد ما الوضع بيهدى، والعجوز بيقول لرين انت معاقب ومش هتخرج لفتره، وده عشان صاحبه المحل طلبت تعويض عن الحاجات اللي نكسرها ساعه المطارده. بيمشوا بعدها وبينزل الراهب لسرداب مخفي جوه الكنيسه. جوه السرداب ده صندوق لما بيفتحه بيكون في سيف غريب عليه ختم، ولكن الختم كان تالف بشكل كبير. بيصحى رين تاني يوم من النوم بيلاقي اخوه سايب له رساله بيودعه فيها علشان خلاص رايح المدرسه. بيقوم يفتح الشباك، ولكن الغريب ان في كائنات اشبه بالحشرات طايره في كل مكان. بيخرج رين برضه وللاسف محدش شايف الكائنات دي غيره. بيجي المتنمرين اللي رين روق عليهم في بدايه الانمي وبيقولوا له تعالى عايزينك في موضوع. بيروحوا لشارع جانبي وبيبدا الواد ده يتكلم مع رين، ولكن بطلنا بيلاحظ ان في حاجه متغيره. بيقعد الواد يتريق على عيله رين وعلى اخوه لحد ما بيتعصب وبيضربه. بيقول له اسمع يالا، انا هسيبك تغلط فيا زي ما انت عايز، انما تجيب سيره عيلتي مش هرحم امك. ساعتها الواد بيتعصب وبتبدا الحشرات الغريبه دي تخرج منه. مظهره بيتغير تماما واصحابه بيكتفوا رين، والغريب ان محدش شايف التغيير اللي حصل له. بيسحب سيخ حديد من النار وبيقرب على رين علشان يصيبه، ولكن في ثواني بتتفجر نار زرقاء من رين بالطيران بعيد عنه. النيران بتلتف حوالين رين وكأن في قوه استيقظت جواه يا صديقي. بيقرب منه الواد ده واللي بقى شيطان دلوقتي بيقول له النار دي دل على نسل ستان، فانا ما كنتش غلطان، اسمي هو أستروت ويلا بينا علشان سيدي مستنيك. وقتها بيوصل الراهب بيفضل يقول في ترنيمه علشان يطرد الشيطان ده، وهو كمان طلع شايفه. بيتعصب الشيطان وبيهجم عليه قبل ما يخلص الترنيمه، بس العجوز بيتفادى ضربته بوم بيوقعه على الارض وبينهي الترنيمه وبيطرد الشيطان. بيتعذب اكتر واكتر لحد ما بيرجع الواد لطبيعته مره تانية. بيسأل رين بعدها اذا كان كويس، بس رين ما كانش فاهم اي حاجه، والراهب بيقول له اللي حصل النهارده كشف حقيقتك ليهم، اللي جاي هيكون اكبر من كده بكتير وفي شياطين اكتر هتيجي تدور عليك. ففي النهايه يا رين انت طفل شيطاني طلع من رحم ام بشريه، انت ابن ستان ملك الشياطين. بياخد بعدها العجوز رين وبيهربوا. الشياطين ماليه المدينه وبتحاول تعترض طريقهم، ولكن العجوز بيقضي على كل اللي بيقف قدامه. بينط من على مبنى للتاني ورين كان هيقع ولكنه بيلحقه، وفي مجموعه جثث من الحيوانات المتلبسه بالشياطين بتحاصرهم، وشكل كده مفيش مفر يا صديقي. العجوز بيقول له احمد ربنا اننا في اليابان، كان زمان اللي محاصرنا بشر دلوقتي، وده لان في اليابان بيحرقوا جثث البشر بعد ما بيموتوا يا صديقي. بيطلع الراهب قنبله من معاه مليانه بالماء المقدس وبيرميها عليهم وبيهربوا، ورين مش فاهم حاجه وبيحاول يوقفه. بيقول له العجوز انا قلت لك ان في شياطين كتير هتلحقك من هنا ورايح، ولازم نرجع البيت قبل بزوغ الفجر. في الوقت ده كان الواد اللي أستروت متلبسه فاق. اصحابه بيفكروا باللي حصل ولكنه ما كانش فاكر اي حاجه. اول لما بيسمع اسم رين بينفجر من الغضب ويفضل يضرب في الحاويه اللي جنبه لحد ما بيدمرها. وللاسف يا صديقي أستروت رجع مره تانية في جسمه بسبب الحقد اللي جواه. أستروت مش ناوي على خير وبينطلق بعدها للبحث عن رين. في الوقت ده بيوصل رين والراهب للكنيسه، والكل كان مستعد لقتال الشياطين. الراهب بيطلب منهم يزودوا طبقات الحمايه اللي موجوده على الكنيسه علشان يمنعوا دخول اي شيطان. بيدخلوا الكنيسه وبتبدا الشياطين تهجم عليهم من كل مكان، بس الحواجز بتمنعهم يا صديقي. بيفتح الراهب السرداب وبينزل هو ورين وبيطلع السيف وبيديه لبطلنا. بيقول له ده نسل قاتل الشياطين واسمه كوريكا، وده سيف اسطوري تم تنقله من جيل لجيل. قوتك الشيطانيه يا رين اتخدمت جواه وممنوع انك تديه لاي حد وممنوع انك تسحبه، وده لانك لو سحبته قوتك ساعتها تتحرر ومش هترجع بشري مره تانية. رين ساعتها بيساله لو انا شيطان يا اخويا يوكو يبقى ايه؟ بيقول له الراهب انت الوحيد اللي ورثت قوه ستان، في النهايه اخوك يوكو بشري عادي زيه بالظبط. رين ساعتها بيتصدم وبيقول له يعني كلكم عارفين ان من نسل الشياطين ومحدش عرفني؟ يعني انتوا كلكم خدعتوني. بيوصل أستروت قدام باب الكنيسه، عربيه نقل معديه بتخبطه وشكلنا خلصنا منه من غير قتال يا صديقي، ولكن ابن الجزمه بيقوم من تاني من غير ما يحصل له اي حاجه. بنرجع مره تانية رين اللي كان متضايق بسبب ان الراهب اللي بيعتبره ابوه خبى عليه السر زي ده. بيقول له يا ابني انا عملت كده علشان خايف عليك، انت يا ابني اتسمح لك تعيش تحت شروط معينه، ولو كنت عرفت حقيقتك كان تم قتلك من بدري، احنا مش عايشين في العالم ده لوحدنا. رين بيسمع كلام الراهب ومش مصدق من الصدمه. بيحصل زلزال في المكان فجاه، ولما بيخرجوا يشوفوا ايه للاسف تم اختراق دفاعات الكنيسه. أستروت استخدم العربيه في انه يحطم الجدران. بيدخل أستروت مع شياطينه والكل بيستعد للقتال وشكلها هتبقى معجنه ماي فريند. بيمد أستروت ايده علشان يسحب رين، ولكن حد من الكنيسه بيتدخل وبيوقفه. بياخد الراهب رين وبينزل للسرداب وبيقول له في شياطين اكتر هتيجي علشانك، اهرب دلوقتي واستنى لحد الفجر. الشياطين بتضعف في الوقت ده. ساعتها رين
رين بيساله اهرب على فين واروح لمين. بيديله تليفون مفيش فيه غير رقم واحد، بيقول له اتصل بالرقم ده لما تخرج من هنا والراجل ده هيساعدك. بعدها بيرمي جوه السرداب وبيقفل عليه. بيأمر الراهب كل اعضاء الكنيسه بحمايه رين بكل قوتهم، والكل بيفعل قوته وبيبداوا في قتال الشياطين. مع كل الشيطان بيمكن أسترود بيتأثر. رين في الوقت ده بيحاول يخرج ولكن بتجيله لحظه ادراك، هو انا فعلا شيطان. بترجع له ذكريات الماضي الأليم وقد ايه كان منبوذ من كل الناس، الكل كان بيتعامل معاه على انه الشيطان بالفعل. بنرجع للقتال مرة تانية وأسترود بيتفادى كل هجماته، بيدعى الوحش المستدعى وبيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يوصل لرين. بيخلص عليهم واحد ورا التاني ومفيش غير الراهب اللي لسه واقف. يا صديقي أسترود قوته بتزيد وبيتحول لشكله الحقيقي، بيتوعد لهم ان محدش هيخرج من هنا حي النهارده. ولكن فجأة ضربة قوية جدا بتتجه ناحيته بتريحه. ايوه يا جماعة، رين رفض الهروب والتخلي عن اصدقائه. بيروح الراهب يكمل عليه وبيستخدم تعويذة علشان يطهر أسترود للمرة التانية. بينجح في تطهيره اخيرا وبيطلب منهم يجهزوا العربية. رين بيعترض وبيكون عايزهم يشفوا جروحهم الاول، بس الراهب بيقول له اولوياتنا ان احنا نخرجك من هنا دلوقتي، انت هدف للشياطين. رين ساعتها بيحس ان هم عايزين يتخلصوا منه، بيتعصب وبيقول له انت تعبت من كتر ما بتمثل انك ابويا مش كده، لو ده هيخلص المشاكل فانا مش هرجع مرة تانية. بيحاول يوقفه ولكن رين خلاص الغضب عماه ومش قادر يستوعب ان الراهب بيحاول يحميه. بيقول له وهتقول انك ابويا مرة تانية. ودي يا صديقي كانت القشة التي كسرت ظهر البعير. صفعة من الراهب على وش رين والكل مصدوم والصمت حل المكان. رين بيقول له انا خلاص فهمت وبيقرر انه يمشي، ولكن فجأة الراهب بيسقط على الارض وكأنه بيحتضر. انوار الكنيسة كلها بتنطفئ معلنة عن وجود غريب. ساتان سيد ملوك الشياطين تلبس جسد الراهب. نيران زرقاء بتملى المكان وساتان شكله مش ناوي على خير. بيحاول اعضاء الكنيسة الهجوم عليه ولكن بيحرق كل اللي بيقرب منه. بيجرح الراهب وبينزل دمه على الارض لاستدعاء شيء ما. ساتان استدعى بوابة عالم الشياطين. بيقرب على رين علشان ياخده معاه ولكن رين وقتها قوته بتشتعل من الغضب. الشيطان ساتان بيضحك وبيقول له هو ده كل اللي عندك. بيروح يسحبه وبيرميه جوه البوابة. البوابة بتسحب رين وبيقول له ساتان انت هتتولد من تاني النهارده كشيطان. ولكن فجأة بنسمع صوت تاني من ساتان. الراهب لسه وعيه موجود وبيحاول يسيطر على جسمه مرة تانية. بيطعن نفسه بالصليب علشان يموت وساتان يرجع للجحيم. بيقول لساتان ده ابن انا ومش هتخلى عنه. بيسقط داخل البوابة وساتان بيبدأ يفقد وعيه تدريجيا. بس خلاص فات الاوان والبوابة بتبدأ تبتلع الاتنين ومحدش عارف يوقفها. بس رين مش بيستسلم وبيلجأ للحل الاخير والكل بيحذره ولكنه مش بيسمع لحد. رين قرر يسحب سيف قاتل الشياطين. بيسحب السيف وشكله بدأ يتغير واللهب الازرق غطى كل حاجة. ايوه دي هي قوة رين يا جماعة. بيضرب بوابة عالم الشياطين بالسيف وبالفعل بينجح انه يدمرها. بيرجع السيف للغمد بتاعه مرة تانية ولكن للاسف مفيش اي حاجة هترجع زي الاول تاني. فالراهب خلاص مات ورين ما عادش هيكون بشري مرة تانية. رين اول لما بيدرك الوضع بيبدأ يبكي حسرة على اللي حصل. فرين النهارده خسر ابوه الحقيقي. بعدها بيتم عمل جنازة للراهب واول لما بتخلص مراسم الدفن بيطلع رين الموبايل علشان يتصل بالشخص اللي ابوه قال له هيساعده ولكنه بيسمع صوت التليفون بيرن من جنبه. المكان بيتملى بناس مقنعين محاصرين رين من كل حتة وبيجي صاحب التليفون قدامه وهو الراجل ده واسمه مافيستو وده هو قائد فرع الصليب السحري في اليابان. بيقول له انا عارف كل حاجة عنك، ابوك حاول يربيك كبشري ولكن النتيجة طلعت مختلفة في النهاية. انت دلوقتي خطر على العالم ولازم التخلص منك. مفيش قدامك غير حل من اتنين، يا تموت على ايدينا يا تقتلنا كلنا وتهرب دلوقتي. ولكن رين بيقول له انا عندي اختيار تالت، خليني واحد منكم، فانا ابويا هو شيرو ومفيش غيره. بيقول له مافيستو هتعمل ايه لما تبقى واحد مننا؟ بيقول له هركل مؤخرة ساتان. وبعد مدة رين كان واقف في الشارع مستني مافيستو. بتيجي عربية كبيرة كانت هتشيله من على وش الأرض ولكنه بيتفاداها في آخر لحظة ولسه يمسك في السواق بيلاقي مافيستو نازل منها. رين بيتفاجئ وبيقول له يلا بينا بس مافيستو بيقول له احنا مستنيين حد والحد ده هو يوكو آخرين. بيركبوا مع بعض هما التلاتة العربية علشان يروحوا على هناك. رين كان مستغرب وبيسأل نفسه هو أخوه بيعمل إيه معاه في الأكاديمية وكل ما كان يكلمه يوكو كان بيرد عليه على قد السؤال وخلاص. بيوصلوا الأكاديمية ورين كان مصدوم من قد إيه هي كبيرة وكل حاجة في الأكاديمية دي مصروف عليها ملايين. وفي حفل الترحيب بيتفاجئ رين ان اخوه هو ممثل الطلاب علشان جاب اعلى درجات في امتحانات القبول. رين بيكون مبسوط باخو يوكو علشان بيخطو اول خطوه في حلمه بانه يكون دكتور. بياخد وعد على نفسه ان يوكو لازم ما يعرفش اي حاجه من اللي حصلت علشان ما يتاثرش. بيخلص حفل الترحيب ورين بيفضل يتمشى في الاكاديميه والكل كان مستغربه وابن العبيطه بينبهر بكل حاجه بيشوفها. بيخلص اليوم على كده والمفروض ان الدراسه هتبدا بعد اسبوع من دلوقتي. وهو مروح للسكن بتاعه اللي ما كانش عارف يوصل له بيقابل
الكلب ده في الممر. الكلب بيشد رين وكأنه بيقول له تعالى ورايا. رين بالفعل بيلحق الكلب، واول لما بيروح لمكان فاضي بيطلع مافيستو، ورين بيستغرب ان هو بيعرف يتحول. مافيستو بيديله مفتاح وبيقول له هو ده مفتاح فصول المعوذين. بيقول له الدراسة العادية هتبدأ بعد اسبوع، ولكن دروس المعوذين هتبدأ النهارده. مش ده كان هدفك من البداية يا رين انك تنضم لينا وتبقى معوذ زينا؟ يلا بقى دلوقتي علشان تبدأ دروس طرد الارواح. بالفعل رين بيروح معاه وبيفتح باب بالمفتاح بتاعه بيوصله لمكان سري تحت الأكاديمية، وده هو المكان اللي رين هياخد فيه دروس المعوذين. مافيستو بيتحول لكلب مرة تانية وبيقول انا هبقى معاك النهارده بس، وبيدخل للفصل وبيعرف نفسه، ولما بيقعد بيوصل المدرس بتاعهم. والصدمة الحقيقية يا صديقي ان الاستاذ هو نفسه يوكو اخو رين. رين مصدوم ومش عارف ازاي يوكو هنا مع انه المفروض ما يعرفش اي حاجة عن الشياطين. المفاجأة الاكبر ان يوكو بيقول لهم انا في نفس عمركم، ولكني بدرس طرد الشياطين من وانا عندي 7 سنين بالضبط. بيسألهم لو كان حد فيهم ما حصلش على جرح الروح، وبنعرف من مافيستو ان جرح الروح ده بيحصل من الشياطين للانسان العادي، وبعدها بيقدر الانسان انه يشوف الشياطين بكل بساطة. بيطلع 3 في الفصل ما حصلوش على جرح الروح، فبيقرر يوكو انه يستدعي الشيطان علشان يحصلوا عليه دلوقتي. فالفصل اللي هم فيه دلوقتي علشان قديم اصبح عش للعفاريت. رين ما عادش قادر يستحمل وبينده عليه، ولكن يوكو بيتجاهله وبيقول له يقعد مكانه. بيطلع زجاج الدماء من معاه، ولكن رين مش بيسكت وبيفضل يكلمه. بيروح يشده وبيقول له فهمني ايه اللي بيحصل دلوقتي. ساعتها بيطلب يوكو من الطلاب ان هم يخرجوا، بالفعل بيعملوا كده. يوكو بيقول له عايز تفهم ايه يا رين؟ بيتعصب رين وبيقول له ما تدعيش الجهل قدامي، انت عارف انا بتكلم عن ايه كويس. ساعتها يوكو بيقول له زي ما عرفت من شويه انا بقيت معوذ من 2 سنين، وكنت بتدرب وانا عندي 7 سنين تحت ايد ابويا طبعا. وساعتها رين بيكتشف انه عارف كل حاجه. بيقول له ايوه انت الشخص الوحيد اللي ما كانش عارف حاجه، ومن ساعه ما حصلت على جرح الروح اللي سببته ليا وانا بقدر اشوف الشياطين. رين بيتعصب وبيقول له انت ليه ما قلتليش؟ زجاجه الدم بتاعه وقتها من على المكتب وبتتكسر، وبتبدا العفاريت تملى المكان. بيهجموا على رين، ولكن يوكو بيقضي عليهم في ثواني بمسدسه. مجموعه تانية ويوكو بيخلوهم يحصلوا اللي قبلهم. ده ما عادش يوكو الواد الخجول، لا. بيسالوا رين انت كنت شايفني ازاي قبل كده؟ يوكو وقتها بيرد عليه بأقسى حاجه ممكن تتقال، انت شيطان خطر على البشريه ولازم التخلص منك. دي حقيقه مش هتتغير يا رين. انت ليه قلت انك عايز تبقى معوذ؟ علشان عايز تنتقم مش كده؟ ولا عشان ما تحسش بالذنب بانك السبب في موت ابونا؟ لو كان ده اللي بتفكر فيه فروح سلم نفسك للمنظمه احسن لك. بيصوب مسدسه ناحيه رين بعد قضائه على الشياطين باعتباره واحد منهم. رين وقتها بيتعصب والنيران بتلتف حوالين جسده وبيخرج منه طاقه مهوله بتزلزل المكان حرفيا. بيقول له انا ما قتلتش ابويا، وبيسحب سيفه بيقول له لو ده كان هيريحك اقتلني، وبينقض ناحيته. ولكن يوكو بيتفاجئ ان هو بيتفاداه وبيدعي على شيطان عملاق وراه. بيرجع رين السيف بتاعه مره تانية وبيقول له انا انضميت للمنظمه علشان اكون اقوى ومحدش يموت بسببي مره تانية. وساعتها يوكو بيدرك وجهه نظره وبيقرر يسامحه. بيروح رين للسكن اخيرا بعد يوم طويل، ولكنه بيتفاجئ ان اخوه هيعيش معاه في نفس الاوضه. بتمر الايام في الاكاديميه وبيجي ليوكو مهمه. اول لما رين بيعرف بيطلب منه انه يروح معاه، بس يوكو بيقول للمعوذين بس هم اللي بيطلعوا مهمات، انت لسه طالب. بيقول له انت نسيت الوضع اللي انا فيه ولا ايه؟ وساعتها يوكو بيقتنع وبيقرر ياخده معاه. بيقف قدام الباب وبيطلع مفتاح غريب من جيبه، بيفتح بيه وفي ثواني بيقوده لممر عملاق. بيقول يوكو رين ان ده المفتاح اللي بيودي للمتجر اللي كل المعوذين بيشتري منه الحاجات اللي بيحتاجوها في المهمات. بيستغرب رين ازاي اتنقلوا هنا بسرعه كده. بيقول له يوكو مافيستو استخدم قوته على الاكاديميه علشان تبقى متاهه بالنسبه للشياطين. بيوصل للمحل ويوكو بيقول له استناني هنا واوعى تتحرك من مكانك. ولكن اول لما يوكو بيخش المحل رين بيبدا يتجول في المكان عادي. بيشوف باب حديقه بيلفت انتباهه لما بيروح هناك، بيشوف بنت صغيره جوه الحديقه. اول لما بيلمس الباب التعويذه اللي معمول عليه لطرد الشياطين بتشتغل، ولكن مش بتاثر في رين. الباب بيقع والبنت اول لما بتشوفه بتتخض وبتقول له انت شيطان ابعد من هنا، ورين بيتعصب لما قالت له كده. بيدخل لها والبنت بتحاول تهرب، ولكن الغريب ان هي ما كانتش عارفه تستخدم رجليها. يوكو في الوقت ده كان بيشتري الحاجات بتاعه المهمه وبيسالها عن اخبار بنتها اللي شفناها من شويه واسمها شيا بالمناسبه. بتقول له ان من وقت ما جدتها ماتت الحديقه بقت كل حاجه بالنسبه لها. حاله رجلها بتسوء يوم عن التاني، والدكاتره قالوا ان مفيش اي حاجه في عظمها وعضلاتها. ساعتها يوكو بيقول لها تفتكر اللي بيحصل لها ده يكون بسبب شيطان. بنرجع لرين وشيا واللي خلاص اتصاحبوا على بعض. البنت شغلته في الحديقه بتاعتها كمان، وبيجي يوكو ام البنت ورين بيتصدم لما بيلاقيها عارفه يوكو هي كمان. يوكو بيقول لها ده اخويا رين يا شيا. بيطلب منها انه يفحصها ولكنها بترفض في البدايه، ولكن بعد كده بتوافق. واللي خفنا منه حصل يا صديقي. يوكو بيكتشف ان اللي بيحصل لشيا ده بسبب شيطان بالفعل. الام بتتصدم، بس يوكو بيقول لها الشيطان ده مختلف، فده مش بيتلبس الشخص نفسه، ولكن الشيطان ده متلبس
متلبس واحده من النباتات اللي هنا وبيتغذى على طاقه شيا. بيسالها يوكو هو انت اتكلمت مع شيطان قبل كده، ولكن شيا بتقول له لا. شيا بتتعصب وبتقول لها انت هتسيب الحديقه دي دلوقتي فورا. شيا هي كمان بتتعصب وبتقول لها لا، ولكن بعدها بتفقد طاقتها وبيغمى عليها. بتفوق شيا بالليل، واول لما بتصحى بتروح على الحديقه علشان تروي الزهور، وبتقول لنفسها انا احمل الحديقه دي مهما كان الثمن. بس رين بيوصل عندها وبيبدا يكسر في كل الزرع اللي موجود. بتحاول توقفه وبيقول لها انت هتدمري نفسك كده، وساعتها بس بنعرف السبب. فشيا صديقي محمله نفسها عيب موت جدتها، ففي اليوم اللي جدتها ماتت فيه سابتها تعتني بالحديقه لوحدها وخرجت، ولما رجعت لقيت جدتها ميته. وقتها رين بيدرك انه هي زيه بالظبط، فهو كمان مش شايل نفسه ذنب اللي حصل لابو الراهب شيرو. يوكو بيوصل وقتها وبيقول لهم اسف ان قطعت اللحظه دي، ولكن لازم نتخلص من الشيطان ده دلوقتي. بالفعل يا صديقي بنبدا نسمع صوت الشيطان في المكان، وبيقول لها انت كده خلفت الوعد اللي بينا. شيا طلعت فعلا كلمت الشيطان قبل كده ووعدها ان هو يحملها الحديقه، والشيطان بيتلبس جسم شيا وخلاص الاتنين بقوا جسم واحد. بيطلب يوكو من رين انه يساعده. رين بيسحب سيفه وبيفعل قوته وبيستعد للقضاء عليه، ولكن الشيطان اللي عنده بيستخدم شيا علشان يحمي نفسه، وبيحاول رين اكتر من مره انه يصيبه ولكن مش بيقدر بسبب شيا. ساعتها يوكو بيرفع مسدسه. الشيطان بيكون فاكره بيهدده وخلاص، ولكن يوكو بالفعل بيطلق عليه والطلقه بتيجي في جسم شيا. الشيطان بيبعد شيا عنه في ثواني بيقسمه نصين بسيفه. يوكو بيروح يلحق شيا قبل ما تقع، ورين لسه هيتعصب انه اصابها ولكنه بيتفاجئ ان ما حصلهاش اي حاجه. شيا بتقدر تقف على رجليها مره تانية من جديد يا صديقي. بتيجي امها تطمن عليها والاتنين اخيرا بيتصالحوا، وكده تمت المهمه بنجاح. بعد فتره بنشوف رين في احد الحصص الدراسيه، والمفاجاه ان شيا كمان انضمت للاكاديميه بعد علاج رجلها. وصاحبنا رين كل اللي بيعمله انه ينام طول الوقت في الفصل. بون جاب اخره منه على الاخر، والواد مش طايق رين من غير اي سبب. بيدخل مدرس تاني ورين برضه فضل نايم طول الحصه لحد ما بيجي ميعاد حصه يوكو واللي هيتم الاعلان فيها عن درجات الامتحان اللي عملوه قبل كده. يوكو بيسلم كل واحد فيهم درجاته. شيا بتكون متحمسه جدا تعرف درجاتها في الامتحان اللي كان عن الاعشاب اللي هي امها متخصصين فيها من الاساس، ولكن لما بتشوف درجاتها بتتفاجئ يا صديقي. شيا جابت 41 في الاختبار، وده علشان بنت النصح كانت مسميها الاعشاب على مزاجها مش كاتباها باسمها الحقيقيه. بيجي رين يستلم هو كمان درجته وبيكون جايب 2 في الامتحان. بون بيخرج بعده وبيتريق على رين وهو رايح يستلم درجته، والصدمه ان بيكون جايب 98 في الاختبار. الواد دحيح بمعنى الكلمه صديقي. ساعتها رين بيتعصب وبيطلع يمسك فيه، بيقول له انت ازاي جبت درجه زي دي، انت اكيد غشيت. وبون بيقول له هو انت فاكر كل الناس زيك، وبيدبوا خناقه في بعض. الحصه بتخلص وبنشوف يوكو ورين وشيا قاعدين مع بعض في الساحه، وبنعرف وقتها من يوكو ان بون اخد نفس المنحه الدراسيه اللي يوكو خدها قبل كده، والمنحه دي مش بياخدها غير العباقره يا صديقي. بيسيبهم يوكو علشان عنده حصه، وبيفضل رين وشيا قاعدين مع بعض. رين وشه بيقلب الوانه بيكون عايز يفتح معاه كلام باي طريقه، وعصافير الحب ماليه المكان. بيحاول يفتح معاه موضوع ولسه هيتكلم بيجي بون وبيبوظ كل حاجه. انت ايه اللي جابك دلوقتي ياض انت؟ وطبعا كالعاده بيدبوا خناقه سوا وبيلموا الاكاديميه كلها عليهم، وبيروحوا بعدها لحصه التدريب الجسدي. رين وبون المنافسه بينهم مشتعله والاتنين جايبين اخرهم، ومفيش حد فيهم عايز التاني يتفوق عليه. ولما بون بيحس ان رين هيغلبه بوم بيديله ركله بيخليه يلحس الارض بلسانه. وقتها الاستاذ بياخد بون على جنبه وبيديله كلمتين. في الوقت ده اصحاب بون بيقول له رين معلش اعذره، هو عنده هدف ومش عايز حد يتفوق عليه. بون بيسمع كلام الاستاذ وبيتضايق وبيقول له اشمعنى انت بتكلمني لوحدي، اشمعنى ما جبتش رين معايا تديله كلمتين هو كمان. فبيقول له المدرس ان رين اتقبل في الاكاديميه بجواب خاص من المدير، وانت ولد متفوق واحسن لك تبعد عنه ما تختلطش بيه. في الوقت ده رين بيعرف من صحاب بون ان هدف بون هو قتل ساتان، الاتنين عندهم نفس الهدف يا صديقي. فبون بيعمل بجد لاعاده بناء المعبد بتاعهم اللي تم تدميره على ايد ساتان في ليله تدعى بالليله الزرقاء. وفي الليله دي النيران الزرقاء اشتعلت في كل راهب موجود في المعبد، ودي علامه على ظهور ساتان ملك الشياطين. بيكملوا بيقولوا ما فضلش عايش غير المعلم بتاعنا بعد الليله دي، والناس شافت المعبد ان هو ملعون والكل ابتعد عننا. بون وقتها كان لسه صغير وشاف معامله الناس الوحشيه للمعلم بتاعه والاضطهاد اللي اتعرض ليه. هو كمان ما سلمش وكل الناس كانت مسمياه فتى المعبد الملعون. ومن وقتها يا رين وبون خد عهد على نفسه انه هيجتهد علشان يرجع كرامه المعبد مره تانية وينتقم من ساتان. في الوقت ده كانت شيا بتتنافس مع البت دي واللي اسمها جمده واللي ما كانتش عارفه تجاريها. بيخلصوا وبيجي للمدرس تليفونه وبيضطر يمشي وبيقول لهم كملوا التدريب لوحدكم بس ما حدش ينزل للساحه. المدرس يا دوبك بيمشي من هنا وبتبدا المعمعه. بون بيقرب من رين وبيبدا يستفزه بالكلام وبيقول له انا عارف انك دخلت الاكاديميه بتصريح خاص من الرئيس، وراهن انك طفل فاسد استخدم الفلوس
علشان يوصل لهنا. بون بيتحدى رين، بيقول له لو قدرت تنزل تلمس الشيطان اللي جوه الساحه من غير ما يهجم عليك ساعتها اعترف بيك وما تقلقش انا كمان هعمل كده برضه. ولكن المفاجاه على غير العاده رين بيرفض يا صديقي. رين ما كانش ضامن ايه اللي ممكن يحصل وما كانش عايز يستخدم السيف بتاعه قدام الطلاب. ساعتها بون علشان يثبت شجاعته بيقرر ينزل هو. اول لما بيقف قدام الشيطان بيجن دونه وشكله هيهاجم بون. رين اول لما بيشوف كده في ثواني بينط جوه الساحه، بيروح يتصدى للشيطان بجسمه وبيحمي بون. الغريب ان اول لما الشيطان بيشوف رين بيهدى تماما، ويوكو في الوقت ده كان بيراقب كل حاجه. بيتكلم مع حد في التليفون وبيقول له رين ما استخدمش السيف. بعدها بنروح لاحد الابراج المرتفعه في المدينه وبنشوف مافيستو هناك. بيظهر له حد جنبه وبيعتذر له علشان اتاخر. الغريب يا صديقي ان الحد ده الشيطان واسمه امامون وبينادي مافيستو باخويا. مافيستو بيساله عن حل الجحيم فبيقول له ان الكل مستني الوريث، وامامون بيسال مافيستو هيرجع الجحيم امتى. الصدمه يا صديقي ان مافيستو هو كمان طلع شيطان. بعدها بايام رين بيصحى من النوم مفزوع علشان اتاخر على المدرسه. ده حتى يوكو بيكون مستغرب ايه النشاط ده كله. بيقول له انت ليه ما صحتنيش انا عندي حرب النهارده. حرب ايه يا ابني انت رايح المدرسه مش ساحه قتال. بيفطر بسرعه وبيمشي علشان مفيش وقت. بنروح للمدرسه وبنلاقي الطلاب كلهم متجمعين على احد المطاعم. رين بيطلع يجري من وسطهم علشان يلحق اخر فطيره، ولكن في نفس الوقت بوم بيمسكها معاه، وطبعا بتدب بينهم الخناقه المعتاده ومحدش فيهم عايز يسيبها. يوكو هو كمان بيوصل للمدرسه بس الموضوع مختلف معاها. اول لما بيوصل بيلاقي 3 بنات جايين ومحضرين له الاكل. يوكو ما بيكونش عارف يخلع منهم ازاي، بس بيقول لهم انه هيتغدى مع رين وبيروح ياخده ويجري. رين طبعا ما كانش فاهم اي حاجه، ولما يوكو بيحكي له بيقول له في حد يرفض النعمه يا ابن المجنونه. بيبص حواليه بيلاقي نفسه في افخم مطعم في الاكاديميه. حرفيا المطعم ده مش بياكل منه غير الصفوه. بيتحمس ولسه هيطلب بيلاقي الاكل في المطعم غالي جدا. الواد اتصدم يعني من الاسعار اللي شايفها قدامه، وبيطلع على مكتب مافيستو هو واخوه وبيطلبوا منه انه يرخص سعر الاكل في المطعم ده. ولكن مافيستو بيرفض يا صديقي. بيطلع له ورقه ب 2000 يوان وبيقول له مشي حالك بيها ورين لسه هيفرح بالفلوس. ولكن مافيستو بيصدمه بيقول له ليك مني واحده كل شهر. الواد اتجنن يا عيني، ويوكو بعد رين عن مافيستو بالعافيه قبل ما يقتله. اول لما بيخرجوا بره يوكو بيقول له انا عندي فكره. بياخده على السوبر ماركت وبيقول له انا هدفع ثمن المكونات وانت هتطبخ. بيقول له رين اتفقنا. بالفعل بيشتروا المكونات وبيرجعوا للسكن وبيبدا رين انه يطبخ الاكل، والواد شكله طباخ محترف. بيخلص اخيرا والاكل كان شكله جامد جدا وبيحطه في الثلاجه علشان يروح ينام. تاني يوم يوكو بيصحى في امان الله بيلاقي رين جاي عليه وبيديله ركله بيطيره. بيقول له مالك يا ابن المجنون انا عملت ايه. ساعتها بنعرف ان رين صح لها كل الاكل اللي سهر وتعب فيه امبارح متاكل، وكان فاكر يوكو اللي عمل كده. يوكو وقتها بيدافع عن نفسه بيقول له انا ما عملتش حاجه، ورين بيقول له احنا الوحيدين اللي هنا، هيكون مين اللي عمل كده يعني لوحدنا هنا؟ امال مين اللي كان بيعمل الاكل كل يوم، ومين كان بينظف الاطباق بعد ما نخلص اكل؟ بيطلعوا يجروا على المطبخ والمفاجاه ان هم بيلاقوا مافيستو واقف جوه. بيتفاجئ رين وبيقول له انت اللي كنت بتعمل لنا الاكل كل ده. بيقول له مافيستو لا طبعا انا مجرد بديل مؤقت هنا، واكيد مش هبقى حابب اخدمك انت واخوك، واللي كان بيعمل لك الاكل طول الفتره اللي فاتت دي هو اوكو. واول لما يوكو بيسمع الاسم ده بنعرفه على طول. بنعرف منه ان ده الشيطان بيتسلل لمطابخ الناس بالليل وبيطبخ اكلهم. مافيستو بيقول له ايوه بس ده كان التابع بتاعي وما عادش عايز يطبخ ليكوا بسبب انك دخلت المطبخ بتاعه يا رين من غير اي استئذان. ولحد ما الامور تتحسن ان انا اللي هاجي اطبخ لكم مكانه، وبيقدم لهم الاكل اللي طبخه لهم وشكله ما يبشرش بالخير خالص يا صديقي. رين بيتشجع وبيقرر يدوق، واول لما الواد بياكل بيغمى عليه من وحشة الاكل. بيقول مفيش قدامنا حل غير اننا نرجع الشيطان ده، وبيمسك المطبخ يروق عليه وبيخليه بيلمع حرفيا. بيقف في وسط المطبخ وبيقول له كويس كده، ولكن في شوكه بتطير ناحيته كانت هتجيب اجله. رين بيتعصب من اللي حصل وبيقول له عايزنا نعمل لك ايه اكتر من كده، وفي ثواني كل اطباق وحلل المطبخ بتطير عليه. بيقول له رين لو مش عايز تشتغل امشي من هنا، وساعتها البرق بيضرب وبيظهر اوكو. في الوقت ده يوكو كان راجع من الاكاديميه في المطر، ولما بيوصل عند البيت بيسمع صوت خبط جاي من فوق. بيطلع يجري بسرعه لهناك وبيلاقي نور ازرق شديد خارج من المطبخ. بيدخل المطبخ بسرعه بيلاقي رين واوكو دايمين على الارض من التعب، ومافيستو بيتفرج عليهم. بيساله هو ايه اللي بيحصل هنا. بيقول له مافيستو الاتنين عملوا مسابقه طبخ علشان يشوفوا مين فيهم الاحسن، وده قوى العلاقه ما بينهم وبقوا اصحاب. كل واحد فيهم اعترف بمهارات التاني وسلموا على بعض وعملوا هدنه. بعد كده بايام مش هي بتكون رايحه الاكاديميه وامها بتسالها عملت اصحاب هناك ولا لسه. البنت بتضطر تكذب وبتقول لها ايوه، وهي في الحقيقه ما تعرفش غير رين ويوكو. بتروح للاكاديميه وبتقابل بوكو واوزوما في وشها، فبتتشجع وبتقرر ان هم يبقوا اصحابها وبتنادي عليهم. لكن وهي رايحه ناحيتهم للاسف بتتكعبل وبتبوظ كل حاجه، فبيطمنوا عليها وبيسيبوها وبيمشوا. اما بقى في الفصل بنعرف من يوكو ان فاضل اسابيع على العطله الصيفيه، ولكن قبلها لازم يتعمل لهم معسكر تدريبي ويختاروا تصنيفهم اللي هيكملوا فيه. ودول 5 تصنيفات يا صديقي: الجندي والفارس والمروض والمرتل، واخرهم هو الطبيب. رين بيعرف ان بون هيختار تصنيفين وهما المرتل والجندي، فبيقرر انه لازم يبقى من تصنيف الفارس، وده هو التصنيف المناسب ليه بما انه بيستخدم السيف طول الوقت. في الحصه اللي بعدها المعلم بتاعهم بيعمل دائره سحريه على الارض وبيقول لهم احنا هنستدعي شيطان، وبالفعل يا صديقي
بينزل دمه على الدائرة السحرية وبوم، تيفانوس كلب الجحيم بيظهر في المكان. الكل بيكون مصدوم والمعلم بيكمل وبيقول لهم ان عدد قليل جدا اللي بيقدر يسرق الشيطان ويخليه تابع ليه. ومش بس كده، لا كمان لازم المستدعي يكون عنده إرادة قوية علشان يقدر يتحكم في الشياطين اللي بيستدعيهم. ودلوقتي يلا هختبركم علشان نعرف مين فيكم هيكون مروض. بيطلع اوراق من جيبه وبيوزعها عليهم علشان يستدعوا بها الشياطين بتاعتهم. الكل بيحاول ولكن محدش بينجح غير اوزوما وشيا. اوزوما بتقدر تستدعي 2 من الذئاب في وقت واحد، اما شيا فبتقدر تستدعي روح شبحيه من اندر الارواح. وزي ما توقعت يا صديقي اوزوما بتتضايق لان شيا كده خطفت منها الاضواء. المهم الحصه بتخلص والكل بيخرج، فشيا بتروح ورا اوزوما وبوكو علشان تتكلم معاهم. بتستجمع شجاعتها وبتقول لهم ممكن نكون اصحاب. اوزوما بتبتسم لها وبتقول لها طبعا ولكن لا، فمش كل اللي بيضحك في وشك عايز لك الخير يا صاحبي. وفي البدايه كده بتستغل شيا وبتقول لها شيلي الشنطه، مش انت صاحبتي والصحاب بيساعدوا بعض مش كده ولا ايه؟ رين عينه بتقع عليها اول لما بيخرج من الفصل والموضوع ما كانش عاجبه تماما ولكنه مش بيتكلم. بتبدا اوزومي تستغل شيا في كل حاجه وكانها خدامه عندها، تعمل لها الواجب وتشيل لها الشنطه وتشتري لها حاجات من فلوسها كمان. البت حاربوها بمعنى الكلمه يا صديقي. المهم بيجي ميعاد المعسكر واللي هيكون في السكن الخاص برين ويوكو علشان السكن فاضي ومفيش غيرهم هما الاثنين فيه. مجموعتنا اللطيفه بتوصل السكن اللي ما كانش عاجبهم علشان قديم ولكن ما كانش قدامهم اي حل تاني. بيدخلوا بيبدا يوكو يعمل لهم الاختبارات، ولما بيخلصوا بيقول لهم ان هم لازم يناموا بدري علشان هيصحوا بكره الساعه 6 الصبح علشان يختبرهم مره تانية. رين بيقرر يخرج يشم شويه هوا، اما بوكو واوزوما بيروحوا يستحموا فشيا بتروح معاهم. بيوصلوا عند باب الحمام ويدخلوا، بس اوزوما مش بتقدر تخلي شيا تدخل. بنت البجحه بتقول لها علشان ما تفضليش واقفه هنا روحي هاتي لي حاجه اشربها بعد الحمام. رين كان معدي بالصدفه بيشوف الموقف كله فبيقول لها انت لازم توقفي اللي انت بتعمليه ده يا شيا، ما ينفعش تخلي حد يستغلك بالشكل ده يا بنتي. شيا طبعا بتتضايق من كلامه وكانت فاكره ان اوزوما صاحبتها فعلا، وبتبدا بتبكي وبتقول له انا لازم يكون عندي اصحاب زي اي حد. بتجري ورين بيلحقها بس فجاه بيسمعوا صوت صريخ جاي من الحمام. شيطان ظهر من العدم عند بوكو واوزوما. رين بيجري ناحيتهم وبيقول لشيا تنادي لوكو علشان هو اللي هيقدر يتصرف. الشيطان نجح خلاص في انه يصيب بوكو وبتقع على الارض، واوزوما بتستدعي الذئاب بتاعتها وقتها. بتأمرهم يهاجموا الشيطان ولكنها بتكون متردده وبتفقد السيطره عليهم. الذئاب بتهاجمها هي بدل الشيطان يا صديقي. رين بيوصل في اللحظه المناسبه وبيبعدهم عنها وبيأمرها تقطع دوائر الاستدعاء وبتعمل كده وفعلا الشياطين بتختفي. ولكن رين كان في موقف صعب وما كانش عارف يتصرف ازاي مع الشيطان ده، فهو ما ينفعش يسحب سيفه او يستخدم قوته قدام احد الطلاب ابدا. في الوقت ده شيا بتوصل وبتقول له خلي الشيطان بعيد لحد ما هي تعالج بوكو، فالجرح ده من شيطان الغول ولو ما تمش معالجتها هتموت في دقايق معدوده. الشيطان بيتعرف على رين انه ابن ستان وبيشده بيدمر بيه باب الحمام حرفيا. بيقول له سامحني بس في حد امرني ان اعمل كده. شيا في الوقت ده بتستخدم الاستدعاء بتاعها وبتطلب منه نبات معين علشان تعالج بوكو. رين خلاص الشيطان كان هيخلص عليه وكان على وشك سحب سيفه لان مفيش قدامه اي حل تاني، ولكن يوكو بيوصل وقتها وبيطلق النار على الشيطان فبيهرب من المكان. شيا هي كمان خلصت علاج بوكو ويوكو بيشكرها، وشيا بتثق في نفسها اخيرا وشافت ان هي اعتمد عليها. بوكو اخيرا فات والكل بيطمن ان هي بامان، ورين بيروح يطمن على اوزوما اللي بتبدا تبكي علشان ما قدرتش تدافع عن صاحبتها. اليوم بيخلص وتاني يوم بيروح يوكو ورين يطمنوا على بوكو، وفي الطريق رين بيسال يوكو مش انت قلت ان الاكاديميه دي محميه بحواجز بتمنع دخول الشياطين؟ فبيرد يوكو بيقول ان في شياطين بتقدر تتسلل من الحواجز دي وعشان كده لازم نبقى جاهزين دايما ليهم. المهم بيروح يطمنوا على بوكو وبيديها يوكو العلاج بتاعها. لما بيمشي يوكو بيتعرف صاحبتها اوزوما ان هي تنتقل من الاكاديميه، والخبر بينزل على اوزوما زي الصاعقه. في الوقت ده رين كان قاعد مع نفسه بيفكر من الشخص اللي الشيطان قال عليه، من هو الشخص اللي عايز يتخلص منه بالشكل ده. بيروح يحضر الحصه الثانيه من التخصصات وكانت عن تخصص المرتل، والمرتلين هم اللي بيستخدموا التعويذ علشان يهزموا الشياطين. وفي الوقت اللي المعلمه كانت بتشرح فيه كانت اوزوما سرحانه، وده طبعا بسبب خبر انتقال صاحبتها الوحيده من الاكاديميه. المعلمه بتلاحظها بتطلب منها تكمل ولكن اوزوما مش بتقدر. في الوقت ده بوم بيقوم يكمل مكانها والكل مبهور بيه وبذكائه. البت اوزوما بتتضايق وبعد ما المعلمه بتمشي بتبدا تستفز بون لحد ما بيتخانقوا وكانوا هيضربوا بعض، بس يوكو بيجي في الوقت المناسب وبيوقفهم. الفصل كله بيتعرض للعقاب بسبب المشكله دي، ويوكو بيقول لهم انا هخرج من السكن عندي مهمه لمده 3 ساعات. الكل بيكون قلقان علشان هيسيبهم لوحدهم، ولكنه بيطمنهم انه هيقفل كل مداخل السكن وهيحط عليها حواجز تمنع الشياطين. بيمشي يوكو بعد شويه وبتبدا الخناقه تشتغل تاني، ولكن في ثواني انوار السكن كلها بتطفي وكأن شيئا على وشك الحدوث. بيبصوا بره بيلاقوا الكهرباء شغاله في كل مكان، يعني هي قطعه في السكن وبس. شيما بيروح يشوف مشكله الكهرباء، ولكن لما بيفتح الباب بيلاقي الغول بتاع امبارح في وشه. بيقفل الباب تاني بسرعه بس لكمه الغول بتطير الباب من مكانه. الكل متثبت مكانه من الصدمه ومحدش عارف يتصرف. الغول مش بيستنى وبيفكر احد رؤوسه اللي بتطير عليهم ماده غريبه، واوزوما بتعرف على طول ان هي رذاذ
رصاص سام. الغول بيقرب ناحيتهم بسرعة، بتستخدم شيا قوة المستدعي بتاعها وبتعمل حاجز خشبي عملاق بيمنع الغول من الوصول ليهم وبيخترق جسم الغول كمان. الكل بيطمن وفكروا ان الموضوع خلص كده، ولكن لا والله. الغول بيقسم جسمه نصين وكل جزء بيبقى غول منفصل عن التاني. بيبدأ الغول يكسر في الحاجز الخشبي بتاع شيا وشكله مش هيصمد كتير. بون بيقول لهم ان الغيلان بتبقى نشطة في الظلام ولو عايزين نقضي عليه فلازم نشغل النور. شيا بتبدأ تفقد قوتها هي وباقي الفريق، وده بسبب الرذاذ السام بتاع الغول اللي اترش عليهم من شوية. ساعتها بطلنا رين بيقرر يتصرف، قال لهم ان هو اللي هيروح يشوف مشكلة الكهرباء علشان يشغل النور ويضعف الغيلان. الكل بيحاول يمنعه بس رين بيطمنهم وبيقول لهم ما تقلقوش انا اقوى بكتير من ما تتخيلوا. رين بيتحرك واحد الغيلان بيشوفه وبيطارده. الغول التاني كان مستمر في تكسير الحاجز، وبين وقتها بيقول لهم ان هبدأ في ترتيل تعويذة طرد الشياطين ولكن محتاج مساعدتكم. احنا لازم نطرد الشيطان ده بسرعة علشان شيا مش هتستحمل كتير. بيبدأ بون في الترتيل في الوقت اللي رين وصل في غرفة التحكم في الكهرباء، لسه هيفتح مفتاح الكهرباء وبوم الغول بيجي من وراه بيقيده بلسانه بيطيره لبعيد. الغول بينقض عليه ولكن رين بيتفاداه، بيحاول ينط لفوق ولكن الغول بيقيده من رجله بيرزعه في الارض وبيرميه لبعيد. بينقض على رين علشان يقضي عليه ولكن في ثواني رين بيفعل قوته بيستعملها اخيرا، ولكن وقتها بيظهر المعلم من ورا الغول وبيوقف كل حاجه. بيقول له هو ده اللهب الازرق اللي كنت عايز اشوفه من البدايه، انا عارف ان انت ابن ساتان. في الوقت ده بقى الفريق كان مستمر في الترتيل ولكن شاف فقدت قوتها والحاجز الخشبي تم تدميره خلاص. بون مستمر في القاء التعويذ ولكن الوضع في منتهى الخطوره. اما رين كان مصدوم وبيسال المعلم انت عرفت الكلام ده منين؟ فبيبتسم المعلم وساعتها بيعرف رين انه ورا كل ده. ساعتها المعلم بيأمر الغول بالهجوم ولكن فاكرين ان رين هيديله فرصه، لا والله ده عند امك يالا. بينقض عليه بسيفه بيشق نصين واللهب بياكل في جسمه من كل حته، واول لما الغول بيسقط المعلم بيهرب من المكان. بنرجع لبقيه المجموعه وأوزوما بتتشجع وبتقرر تتدخل بالاستدعاءات بتاعتها. اول لما بتستدعيهم بيقول لها ازاي تتجرأي وتستدعينا تاني، ولكنها بتشجع وبترجع تسيطر عليهم. بتهجم بهم على الغول اللي لسه متبقي ولكن ده ما اثرش معاه. الغول بيمسك بونو خلاص على وشك القضاء عليه ولكن النور بيتفتح وبون خلص التعويذه وتم التخلص منه اخيرا. رين بيرجع للفريق مره تانية ولكن الصدمه انه بيلاقي المعلم اللي كان بيهاجمه من شويه واقف مع يوكو، ولسه رين هينطق بيلاقي راكله جايه من وراه بتلبسه في الحيطه. والمفاجاه يا صديقي ان كل ده طلع اختبار. المعلمين بتوع الاكاديميه بيظهروا من كل مكان وكانوا مستخبيين علشان لو في اي حاجه حصلت. يوكو بيبدا يعالجهم وبيقول لهم مافيستو ان الاختبار ده هو اللي هيحدد اذا كانوا هينجحوا ولا لا، وهيقول لهم درجاتهم بعد ما يقرا تقرير عن اللي حصل. الشباب بيكونوا قاعدين مع بعض بعدها وقلقانين ان محدش فيهم ينجح، وفجاه بوم بيسال رين هو انت قضيت على الشيطان ازاي؟ رين طبعا بيرتبك لانه ما بيكونش عايز يعرفهم قوته وبيقول لهم انه قتله بالسيف. محدش فيهم بيصدق وبيكونوا شاكين بس بيعرف يخلع منهم في النهايه. بعدها بنشوف المعلم نيجروس ماشي ويوكو بيوقفه وبيقول له مش شايف انك زودتها شويه؟ كان ممكن حد من الطلاب بتوعنا يموت في اختبار النهارده. صحيح ان كان في معلمين موجودين علشان لو حصلت حاجه، بس انا حسيت انك بتحاول تخلي رين يستخدم قوته قدام بقيه الطلاب. مجموعه قليله جدا من الناس اللي تعرف قوه رين واكيد مافيستو عرفك الموضوع ده. فبيرد نيجروس وبيقول انا كنت بنفذ اوامر مافيستو. ويوكو بيتصدم. مافيستو طلب مني ان احاول اقتله وبما ان تم اختيارك علشان تكون الشخص اللي بيكبح قوته فانا تم اختياري علشان اكون المحفز ليها. بعدها بيسيبه وبيمشي وبنشوف شيء قاعده بتفكر في اللي حصل في الاختبار ومبسوطه ان كان لها لازمه وقدرت تفيد اصحابها، ولكن بيقطع تفكيرها ده يوكو وبيقول لها انه جاي يتكلم معاها عن مستقبلها وانها لازم تكمل وتكون معوزه. شيء بتكون متردده فبيقول لها لو اخترت تكملي فلازم تعرفي انك دايما هتكوني في خطر وانك لازم تضحي علشان الناس. مش بيلحق يكمل كلامه وده لانه بيفتكر كلام الاستاذ نيجروس عن رين وبيعرف ان رين دلوقتي في خطر. بيسيب المكان وبيروح على هناك. في الوقت ده كان المعلم نيجروس عند رين في الاوضه بالفعل، فبيسحب سيفه وبهم بيطعنه ولكنه بيتفاجئ ان رين مش موجود. يوكو طلع اذكى منه يا صديقي وتصرف اسرع. بيظهر يوكو من وراه بيقول له انت مش قلت انك مش ناوي تقتله مش كده؟ في الوقت ده بنروح عند رين وشيا بتصحيه وبتفهمه اللي حصل وان يوكو هو اللي نقله في اوضه تانية وطلب منها تكون معاه. وفجاه هم قاعدين بيتكلموا وبيسمعوا صوت اطلاق النار. في الوقت ده عند يوكو كان القتال بدا ما بينهم ونيجروس بيستدعي الشياطين ويوكو بيتصدى لهم باسلحته. بينقلوا القتال على سطح المبنى ويوكو بيسال نيجروس هو ليه قتل اخويا مهم بالنسبه لك كده؟ نيجروس مش بيرد وبيبدا الهجوم عليه مره تانية باعداد اكتر من قبل كده وبينجح انه يقيد يوكو. ساعتها يوكو في ثواني بيستخدم الماء المقدس وبيفلت من تقييده ليه. نيجروس خلاص كان رسم دائره استدعاء عملاقه. انت بطيء قوي يا يوكو، دلوقتي عينك هتشوف اقوى استدعاءاتي. بيجري حيده والدماء بتملى المكان وبوم وحش عملاق مهول بيخرج من وسط دائره الاستدعاء. يوكو واقف قدام الوحش بلا حول ولا قوه وفي ثواني ضربه بتيجي بسرعه الصاروخ بتطيره. بيحاول يقف على
على رجله مرة تانية والشيطان اللي عنده بيقرب ناحيته هيقضي عليه خلاص يا صديقي. يوكو بيتفادى ضربته بيحاول يطلق عليه ولكن طلقته بلا تأثير يا صاحبي. الوحش بينقض عليه بيطيره لبعيد وشكلها هي دي النهاية، ولكن لا، سيف مشتعل بيطير ناحية الشيطان بيعلن عن ظهور رين. يا سادة بقى انت عايز تيز اخويا، ده عند امك يالا. رين بيهاجم ونيجاروس بيتصدى ليه عن طريق الماء المقدس، والغريب انه بيأثر فيه فعلا مع انه مش شيطان بالكامل. بيقوم مرة تانية ولكن الشيطان بينقض عليه وكان على وشك خلع راسه من جسمه، ولكن فجأة الشيطان بيختفي من المكان تماما، وده لان يوكو استغل الوقت ومسح جزء من دائرة الاستدعاء. لسه نيجاروس بيتدارك الوضع وهيستدعي الشيطان مرة تانية، كان سيف رين مرفوع على رقبته. رين وقتها بيسأله انت مين وليه عايز تقتلني؟ ساعتها بس بنعرف الحقيقة يا صديقي. فنيجاروس احد الناجين في الليلة الزرقاء اللي تم القضاء فيها على ناس كتير حوالين العالم بالكامل، وده عن طريق ساتان، ومن ضمنهم القرية اللي كان المعبد بتاع بون فيها بالمناسبة. ساتان استحوذ على جسم نيجاروس وخلاه يقتل اهله بايده، ونيجاروس فقد عينه في الحادثة دي. وبعد ما بيحكي القصة نيجاروس بيتعصب وبيهاجم رين، ولكن اللي مش بيدي اي ردة فعل. بيقول له حسيت بالرضا دلوقتي، لو ما كنتش راضي فانا ممكن اقتلك بالقدر اللي انت عايزه بس ما تدخلش الابرياء في الموضوع. ساعتها نيجاروس بيدرك ان رين مش شبه ساتان في حاجة ولكنه بيحذره، في ناس كتير زي هيجولك واحد ورا التاني ومش هتفلت منهم فخليك مستعد. بعدها بنشوف ان مافيستو بيعمل احتفال بمناسبة نجاحهم كلهم في الاختبار، وبيتكلم مع يوكو بيعرفه انه هيتصرف مع نيجاروس على اللي عمله في رين قبل كده. ولكن اول لما يوكو بيسيبه وبيمشي مافيستو بيتكلم مع حد في التليفون وبيقول له نيجاروس عمل اللي انا قلت له عليه ولكنه ما نجحش في النهاية، انا عايزك تجي لي الاكاديمية. واللي بيكلمه ده يا صديقي هو مامامون اخوه من الجحيم. بعدها بشوية وقت بنشوف رين ويوكو قاعدين سوا وطبعا بيتخانقوا كالعادة، ورين بقى معاوز مبتدئ بعد ما نجح في الاختبار، اما يوكو فمعاوز من المستوى فوق المتوسط ولكن رين بيستخف بيه. بنعرف ان اعلى رتبة ما بين المعاوزين هي البلاتين، ومفيش غير واحد بس اللي حصل على الرتبة دي في تاريخ الاكاديمية كلها. وفي وسط ما هم بيتخانقوا يا صديقي بيجي ليوكو مكالمة بمهمة جديدة. يوكو بيجهز وبيروح على مكان المهمة ولكنه بيلاقي رين جاي وراه، بيحاول يوكو يمنعه يدخل ولكن مفيش اي فايدة، بيصمم يدخل معاه. والمهمة ان في قط شيطاني كان بيحرس البوابة الخلفية للاكاديمية خرج عن السيطرة، حاولوا يسيطروا عليه بكل الطرق الممكنة ولكن مفيش اي فايدة. القط ده هاج وخرج عن السيطرة اول لما عرف ان سيده مات. والمفاجأة يا صديقي ان سيد القط ده هو نفسه شيرو ابو يوكو ورين، واللي قدر يسيطر عليه قبل كده بعد ما كل الناس فشلت في ده. ولكن شيرو كان مختلف، فهو المعوذ الوحيد اللي حصل على رتبة البلادن في تاريخ الأكاديمية. رين واقف مصدوم بعد ما بيسمع كل المعلومات دي. المفاجأة الأكبر إن رين كان قادر يتكلم مع الشيطان ده ويسمع أفكاره. بنعرف من يوكو إن شيرو كان عارف إن القط ممكن يفقد السيطرة على نفسه لما هو يموت، وعشان كده كان عامل حسابه وقعدت شيء واداه ليوكو علشان لو حصل هيجان للقط يوقفه. يوكو كان لسه هيستخدم الشيء ده ولكن رين بيوقفه، بيتحرك ناحيه القط بمنتهى الشجاعه وبيقول له عارف انت حاسس بايه؟ انا زيك بالظبط، فانا حسيت بالوحده بعد ما شيرو مات، وانا مدرك كم الغضب اللي انت فيه، خلينا نكون اصحاب. والقط فعلا بيهدى وبيبدا في البكاء قدام الكل، واللي كان ما بينهم مافيستو ومامامون اللي بيراقبوا كل حاجه من فوق. تجمعتهم مع بعض دي مش جاي من وراها خير يا صديقي. المهم رين بيكون قاعد بعدها وبيجي يوكو بيعرفوا انه اقنعهم في الاكاديميه يخلوا القط تابع لرين علشان هو الوحيد اللي هيقدر يسيطر عليه. بعد ايام وبما ان الكل نجح في الاختبار وبقوا معوذين رسميين بدا يجي لهم مهمات. بنشوف الكل متجمع في الملاهي، بيبدا يوكو والاستاذ تسوبوكا يقول لهم على المهمه، وهي ان في احد الاشباح موجود في الملاهي دي، وبما ان الملاهي مقفوله النهارده فاحنا هنقبض عليه. الشبح ده عيل صغير اتشاف اكتر من مره موجود هنا. بيتقسموا الفرق وكل واحد فيهم بيدور في مكان. بنشوف ريا وشين بيدوروا وفجاه بيسمعوا صوت حواليهم وبتبدا مكانة الملاهي تشتغل لوحدها. بيظهر الشبح قدامهم مره واحده وبيبدا يبكي يا صديقي. بيصعب على شيء وبتبدا تتكلم معاه وبتعرف ان الواد ده كان مريض وابوه وعده انه يجيبه هنا للملاهي لما يخف، ولكن الولد مات للاسف، ومن ساعتها وهو هنا حاسس بالوحده. الواد ابن الجنيه فجاه بيتريق عليهم وبيسيبهم ويطلع يجري وبيبداوا يطردوه وبيقسموا نفسهم كل واحد يدور في حته. شيا بتلمحه داخل احد الاماكن وبتدخل وراه، اما رين فكان واقف في امان الله وفجاه بيلاقي السيف بتاعه بيتسحب منه، واللي سحب السيف ده هو مامامون يا صديقي. ايوه هو ده اول لقاء ما بين الاتنين، اللقاء اللي استنانا يحصل كتير. بيسحب السيف من الغمد وبمجرد ما بيعمل كده قوه رين بتتفعل. في الوقت ده يامادا كان واقف مع بون وفجاه بيسيبه وبيطلع يجري. الواد الغامض ده حس ان في حاجه خطيره هتحصل. رين بيتعصب ويبدا في الهجوم على امامون ولكن امامون بيفلت منه. بيقول لرين شكلك متحمس انك تلعب معايا، يلا بينا نبدا. بيتحكم في كل العاب الملاهي باستخدام قوته وبيبدا يستفز فيه ورين بيطارده. بيوجه ضربه بصباعه
رين بيطيروا لبعيد وبيرزقوا في الارض. اما من قوته برضه اللي استهان بيها يا صديقي بينقض على رين وبيوجه له لكمات متتاليه ورين ما كانش قادر عليه. ولكن لا، ده رين برضه يا جماعه الغضب بيتملك منه والجزء الشيطاني اللي جواه بقى هو المسيطر دلوقتي. القوه بتشتغل جواه مره تانية وانفجار قوته بس بيطير امامون بعيد. بينقض على امامون بيثبته في الارض والنيران الزرقاء بدات تلتهم في جسمه. امامون علشان يفلت من ضربته بيضرب الارض بيكسرها. اجزاء من الملاهي بتبدا تقع وشيا كانت جوه احد الالعاب دي يا صديقي. رين اول لما بيسمع صرختها بيفوق من اللي هو كان فيه، بيجري ناحيتها وبيسيب القتال علشان ينقذها. بيستخدم قوته وبيطلق لهب بكميه مهوله ناحيه الحطام بيبخره تماما. رين بيفقد قوته بعد الهجوم ده وامامون بيروح ناحيته، ولكن وقتها بيوصل يامادا للمكان. بيخرج سيف غريب من جسمه وبيهاجم بيه امامون. بيقول له اللي دخلك الاكاديميه هو اخوك مافيستو مش كده؟ يامادا طلع عارف كل اللي بيحصل. امامون وقتها بيحس ان القتال خسران وبيرجع السيف لرين وبيقول له هشوفك مره تانية وبيهرب من المكان. يامادا بيطارده ورين بيسقط على الارض قدام سيفه اللي اتسلب منه بمنتهى السهوله. ساعتها بطلنا رين بيحس قد ايه هو ضعيف. بيقول لنفسه انا محتاج اكون اقوى من كده بكتير علشان اقدر اواجه ستان. بيوصل يوكو وشيا عنده علشان يطمنوا عليه وبيسالوا يوكو عن اللي حصل، ولكن يامادا بيجي وقتها بيقول له انت اتاخرت وانا اضطريت اتصرف مكانك، عدى وقت كتير يا يوكو. ساعتها يامادا بيكشف عن هويته الحقيقيه. ده ما طلعش يامادا خالص، ده طلعت اشرة معوزه من الدرجه الاولى من الفاتيكان. بتاخد رين معاها وبتقول له هسالك شويه اسئله. بيروحوا قدام باب غريب ويوكو بيفتح الباب ده اللي بيوديهم لفرع الياباني اللي موجود تحت الارض. اول لما بيدخلوا بيقابلوا مافيستو. بتقول له انا جيت باوامر من الفاتيكان، قول لي بقى انت ليه خبيت موضوع ابن ستان عننا؟ مافيستو بيحاول يهرب من الاجابه وبيقولها ان لسه قوته ما اكتملتش، ولكنها مش بتديله فرصه وبتقول له هسألك مرة تانية ليه خبيت موضوع ابن ستان عننا وايه سبب احتفاظك بيه؟ بيرد عليها انه بيحاول يصنع سلاح للمنظمة وكان عايز يروض رين علشان يستخدمه كسلاح ضد ستان. اشرة بتقول له الموضوع ده ليه علاقة بشيرو، فبيقول لها شيرو كان بيربيه لحد ما قوته تكتمل. انا هبعت تقرير للفاتيكان بس لازم استجوب الواد ده الاول. بتاخد رين لحاجة اسمها الخلية الكبرى ودي غرفة استجواب محصنة مش بيقدر يفتحها غير معاوز من الدرجة الاولى. اول لما بيدخلوا رين بيسألها انت تعرفي يوكو وابويا منين؟ بتقول له ان شيرو هو المعلم بتاعها. بنعرف وقتها ان شيروبورين هو اللي انقذها من الجحيم اللي كانت عايشه فيه، خدها ربها وبقت تلمسته من ساعتها وهي شايفه مثل اعلى ليها. اشرة بتبدا تتألم ولما رين بيروح يشوفها مالها بتخطف السيف بتاعه منه وطلعت بتخدعه. بتقول له هو السيف ده رخيص قوي كده بالنسبه لك علشان اي حد ياخده منك. رين بيتعصب وقتها وقوته بتشتعل وبينقض عليها. اشرة بتتفادى الهجوم ولكن بتكون مستغربه ان السيف لسه في الغمد بتاعه وبالرغم من ده ما جابحش قوه رين كلها. بتفتكر كلام شيرو زمان لما قال لها انه عايزها تاخد رين تلميذ ليها. بتسأله اشمعنى انا، فبيقول لها علشان انت اكتر واحده عارفه ازاي تستخدمي السيوف الشيطانيه. شورا وقتها بتصدم. بتقول له انت عايز تدي سيف شيطاني لطفل زي ده؟ بيقول لها شيرو مفيش قدامنا اي حل تاني، لو حصل لي اي حاجه ارجوكي علميه ازاي يستخدم السيف. ودي كانت اول مره اشرة تشوف شيرو بالضعف ده. ساعتها بتغضب وبتسيبه وبتمشي. بنرجع للحاضر مره تانيه واشرة بتستدعي السيف بتاعها. بتقول له انا الفاتيكان بعتني باوامر محدده احقق في اللي بيحصل في فرع اليابان واتخلص منه، وانا اعتبرت النيران الزرقاء اللي شفتها منك دلوقتي هي الشيء اللي لازم نتخلص منه. بتبدا تهجم عليه ورين بيحاول يهرب ويتفادى الهجمات، ولكن يا صديقي اشرة قويه جدا ورين بيعاني في القتال معاها. بتديله رقله بتلزقه في الحيطه حرفيا وبتهرب منه وبتبدا تسخر من ابوه شيرو. بتقول على شيرو انه جبان ورين مش بيستحمل يسمع كده. لا، بتشتعل نيرانه مره اخرى وبيبدا يهاجمها، ولكن ده مش كفايه يا صديقي. القتال بيستمر بينهم لحد ما ماما بتنقض عليه وبتغرس سيفها في جسمه، ولكن رين مش بيستسلم. لا، بيحاول يسحب السيف بكل قوته وبيقول لها انا مش هموت دلوقتي، انا لازم اكون اقوى معوذ زي ابويا وهزم ستان، مش هموت قبل ما احقق الهدف ده. ساعتها اشرة بتدرك شيء مختلف. شيرو ما كانش بيربي سلاح زي ما مافيستو بيقول، شيرو كان بيربي ابن ليه. بتسحب سيفها وبتفتح الاوضه وبيكون كده خلص الاستجواب. بعدها بنشوف رين عند يوكو بيعالج جروحه واشرة بتوصل وبترمي له سيف خشبي وبتقول له سيفك هيفضل معايا ومش هتستعيده مرة تانية غير لما تقدر تهزمني، لازم تكون اقوى من النهارده وتثبت لي ان شيرو كان عنده حق. بعدها بنشوفها عند مافيستو في مكتبه، بتقول له ان هي هتأجل التقرير ومش هتبعته للفاتيكان في الوقت الحالي وهتفضل موجودة هنا علشان تراقب رين. بتسيبه وبتمشي، ولكن قبلها بتسأل مافيستو انت بتخطط لايه؟ بيقول لها انا سبت الجحيم وجيت علشان اخلي السلام يعم ما بيننا وما بين البشر. فبترد وبتقول له انا مش عايزاك تنسى انك شيطان واعضاء المنظمة الكبار مش واثقين فيك. تاني يوم في الاكاديمية بتكون اشرة في الفصل
والكل مستغرب وجودها بدل المعلم نيجاروس. بتقول لهم ان هي هتكون معاهم في ال3 شهور اللي جايين. في الوقت ده بيوصل رين وهو كمان بيتصدم وبيدخل وهو بيقول في سر وشكلنا داخلين على ايام سودا. بيعدي الوقت يا صديقي والفصل الدراسي بيخلص. الطلاب العاديين كلهم بيرجعوا بيوتهم، اما بقى الطلاب بتوعنا فبيجي يوكا عندهم وبيقول لهم ان انتوا عندكم مخيم 3 ايام في الغابه، وهيحصل هناك اختبار علشان نشوف انتوا مناسبين تطلعوا مهمات ولا لا، وانا واشرة هنكون المشرفين عليكم. الكل بيجهز وبيبداوا رحلتهم للتخييم. بيوصلوا لمكان المخيم ويبداوا الولاد في نصب الخيم والبنات بترسم دائره سحريه علشان تمنع وصول الشياطين ليهم. بيقعدوا ياكلوا مع بعض، ودي كانت اول مره رين يحس فيها ان عنده اصحاب. ولكن الحال ده مش بيطول كتير، ومن هنا بيخلص الهزار ويجي وقت الجد. يوكو بيقول لهم على الاختبار وهو كالاتي يا صديقي: في فوانيس متوزعه حوالين المخيم على بعد 500 متر، اللي مطلوب من كل واحد فيكم انه يوصل لاحد الفوانيس ويولعه ويرجع بيه لهنا. بس فاكرين ان الموضوع هيبقى بالسهوله دي؟ لا والله. المفاجاه اللي يوكو محضرها ان عدد الفوانيس اللي موجود هم 3 بس، يعني 3 بس هم اللي هينجحوا في الاختبار. بيدي كل واحد فيهم شنطه تكفيه 3 ايام جوه الغابه، ودي مده الاختبار. موجود جوه الشنطه دي اكل وشرب ومفرقعات ناريه مضاده للشياطين، ولو حد فيهم تعرض لهجوم من شيطان يقدر يشعل المفرقعات الناريه دي، وساعتها يوكو واشرة هيعرفوا مكانه ويساعدوه. ولكن يا صديقي في مفاجاه اخيره: كل شنطه موجود فيها عود كبريت واحد بس، يعني اللي هيستخدم المفرقعات الناريه مش هيقدر يشعل الفانوس وهيفشل. رين كان شايف ان الاختبار سهل، ولكن اشرة بتاخده على جنب وبتقول له: انت لازم تعدي الاختبار ده من غير ما تستعمل قوتك. ووريني بقى تعملها ازاي يا عم رين. رين يعني مصدوم، بس سيبنا منه دلوقتي. بيصطفوا كلهم ويوكو بيعطي اشاره البدايه، وكل واحد فيهم بيروح في اتجاه. الحشرات الشيطانيه بتبدا تتجمع على رين وباقي اعضاء الفريق. فالغابه دي هاديه بالنهار يا صديقي، ولكن بالليل معقل للشياطين العينه. الكل بيبدا يستخدم قوته للقضاء على الشياطين. فوزما بتستدعي الاتباع بتوعها، والمرتلين بيبداوا في القاء الترانيم. اما شيف فالشياطين بتتجمع حواليها وبتحاول تستخدم الاستدعاء بتاعها، ولكن الحشرات بتقطع ورقه الاستدعاء والاستدعاء بتاعها بيختفي. في ثواني ظل حشره عملاقه بيظهر وراها، والشكل ده زعيم شياطين الغابه. رين في الوقت ده بيسمع صوت صراخ شيء وبيجري ناحيتها. بيلاقيها مرميه على الارض والحشرات حواليها من كل مكان. بيبعد الحشرات عنها وبيحاول يفوقها، وساعتها بيلاحظ انها بتنزف ومش بيقدر يتحكم في نفسه، ونيرانه بتشتعل من الغضب، ولكنه بيسيطر عليها مره تانية يا صديقي. بون بيجي وقتها على الصوت، ورين بيتصدم وبيكون خايف لا يكون شاف حاجه، ولكن بون ما طلعش شاف حاجه. وشيما هو كمان بيوصل، وساعتها بتجيلهم رساله من اكومارو صاحبهم بيعرفهم ان لا احد الفوانيس، ولكن هيكون صعب عليهم تحريكه لو كل واحد اشتغل لوحده. بيتحركوا على هناك علشان يشوفوا ايه الموضوع. في الوقت ده كان امامون ومافيستو بيراقبوا المكان، وشكلهم كده بيخططوا لمصيبه جديده. بنرجع لرين وباقي الفريق اللي بيوصلوا عند اكومارو. هنا كانت الصدمه: الفانوس طلع عملاق جدا، وهو مش فانوس بشكل فعلي، ده طلع شيطان. الشيطان ده بيتغذى وبيتحرك على النار. الفريق بتاعنا مش بيضيع وقت وبيبداوا ينفذوا خطه علشان يحركوه. رين هو هيكون المسؤول عن سحب الفانوس بما انه اقوى حد فيهم، اما بون وشيما واكومارو فهيحموا من هجمات الشياطين. بالفعل بيبداوا يتحركوا كل حاجه تمام لحد ما بيوصلوا عند جسر، والجسر ده بيعدي من فوق بحيره من الحشرات الشيطانيه. المشكله هنا انهم لو اتحركوا بالفانوس على الجسر هيتدمر، وهنا كان لازم يحط خطه تانية علشان يعدوا بيه. الخطه اللي حطوها انهم هيشيلوا الختم من على شيطان الفانوس ويشعلوا النار فيه علشان يتحرك، ورين هيستفزوا علشان يطردوا للناحيه التانية، واوكومارو هيكون مستنيه هناك. ووقت ما الشيطان يوصل للضفة التانية من البحيرة، أكومارو هيختموا تاني بسرعة. بالفعل بيبدأوا في تنفيذ الخطة، والشيطان بيطارد رين. أول لما الشيطان بينقض عليه بيرمي شيء الناحية التانية، والشيطان بينط وراه، وأكومارو بيختموا بسرعة. ولكن في ثواني الحشرة الشيطانية عملاقة بتطلع من تحت البحيرة وبتقبض على رين. رين بيقول لهم: سيبوني واهربوا وأنا هتصرف، ولكن الكل بيرفض يعمل كده ومحدش بيوافق إن يتخلى عنه. بون بياخد العصاية بتاعت شيما وبيستخدم ترنيمة على الشيطان ده، وبينجح فعلا إنه يخلي رين يفلت منه. بياخدوا الفانوس وبيهربوا من الشيطان. بيوصلوا لحته امان وبيقفوا يستريحوا شويه، ورين بيشكم بون على اللي عمله معاه، بس بون بيقول: انا كنت برد لك الجميل مش اكتر، فانت انقذتني قبل كده يا رين. في الاول وفي الاخر احنا هدفنا واحد، وهو هزيمه ساتان، والكل بيوافق على كلام بون. ولكن ساعتها كان في سؤال واحد بس بيدور في مخ رين: ايه اللي هيعملوه لو عرفوا ان انا ابن ساتان؟ بيرجعوا للمخيم، والمفاجاه ان اوزوما وتاكا كانوا هناك قبلهم، وكل واحد فيهم جايب فانوس لوحده. فجاه شيا بتحس ان في حاجه غريبه، وفي ثواني بيظهر امامون بالحيوان الاليف بتاعه في المكان، والكل بيتسمر في مكانه. اشرة بتسحب سيفها وبتستعد للقتال. بتقول له: ايه اللي جاب امامون ملك شياطين الارض هنا؟ الفريق اول لما بيسمع اسم امامون بيعرفه على طول، ده احد ملوك الجحيم ال8. امامون مش بيديهم فرصه وبيؤمر الحيوان بتاعه بالهجوم، ولكن اشرة كانت مستعده لحاجه زي كده، وباشاره واحده بس بتظهر الافاعي بتاعتها من كل مكان، وحاجز ناري بيتفعل بيحدف امامون والحيوان بتاعه بره. مافيستو كان قاعد بيتفرج على كل حاجه بتحصل.
بيقول لأمامون الموضوع مش هيكون سهل زي ما انت كنت متخيل. أمامون بيتعصب وبيقول له انا هقتلهم كلهم، بس مافيستو بيقول له لو عملت كده انا اللي هقتلك، ومحدش عارف اللي بيدور في دماغه. في الوقت ده اعضاء الفريق فاكرين ان ده جزء من التدريب، ولكن اشرا بتقول لهم التدريب خلاص، دلوقتي احنا لازم نستعد لهجوم أمامون التاني. واشرا بتجيب الماء المقدس وبتبدا ترش عليهم علشان على الاقل تساعد في حمايتهم. كانت على وشك انها ترش رين ولكن افتكرت في اخر لحظه. بون بيلاحظ وبيقول لها اشمعنى هو، فبتقول له ان رين عنده حساسيه من الماء المقدس. رين بيسال على يوكو اللي بنشوفه في الغابه في الوقت ده بيقتل شيطان الفراشه العملاق. ازوما بتحاول تتصل باي حد ولكن مفيش اي فايده. بيروح رين لاشرا بيقول لها انا مش عارف ليه بس أمامون بيسعى ورايا انا. بتقول له ايوه بس ما تقلقش الحاجز هيوقفه، بس شكله عنده خطه تانية، وعشان كده في الهجوم اللي جاي انا عايزك تاخد سيف قاتل الشياطين وتهرب. بتطلع السيف وبتديهوله يا صديقي. بيقول لها بس انت قلت لي بنفسك اني ما استخدمش قوتي. فبترد عليه وبتقول له ان أمامون مش عفريت صغير زي اللي انت هزمتهم قبل كده، أمامون احد ملوك الجحيم. بيقطع كلام الحدوث شيء غريب، شيا بدأت تتحرك بره الحاجز. الكل بيحاول يوقفها ولكن مفيش اي فايده. شيا يا صديقي مش في وعيها وكأن حد بيتحكم فيها وسلب ارادتها. شورا بتجري تلحقها وبتلاحظ الطفيله اللي في رقبتها، وساعتها بيوصل أمامون. بيقول لهم انا خليت احد الحشرات تحط الطفيله جواها ودلوقتي صاحبتكم بقت ملكي. بياخد شيا وبيهرب من المكان، ورين بيحاول يطارده بس الوحش الاليف بتاع أمامون بيمنع رين من انه يروح وراه. بيهاجم رين بس شورا بتتدخل وبتتصدى للهجوم. بترمي له السيف وبتقول له روح وراه بسرعه. رين بيوصل لأمامون وبيقول له عايز ايه من شيا، بس أمامون بيفضل يستفز فيه. رين بينقض عليه وبيوجه له ضربه ولكن أمامون بيتصدى ليها. بيرد الضربه لبطلنا رين بطياره زي قذيفه المدفع بالظبط يا صديقي. أمامون قوته لا يستهان بيها برضه. ضربه تانيه من أمامون بيكسر برين ارض الغابه حرفيا. كل ده واصحابه واقفين بيتفرجوا في مشهد تقشعر وله الابدان. رين مرمي على الارض وأمامون بيقول له انت ما استخدمتش سيفك ليه؟ رين لسه يا صديقي مش عايز يستخدم قوته قدام اصحابه. بون وبقيه المجموعه لما بيشوفوا الوضع بيقرروا يروحوا ورا رين علشان يلحقوه. أمامون بينزل عند رين وبيقول له ايه الضعف اللي انت فيه ده؟ بيحاول يستفزه بكل الطرق علشان يستعمل قوته. بيحاول يضغط عليه باستخدام شيا ولسه هيلمسها. بيلاقي بون وشيما واكامارو بيوصلوا للمكان. رين بيقول لهم اهربوا انتوا ولكن ما حدش فيهم بيسمع كلامه. أمامون بينطلق ناحيتهم وبيوجه ركله لشيما بيطيروا حرفيا وبيكسر دراع كومارو وبيخنق بون. رين ساعتها بيقرر يتصرف. اول لما بيشوف كل اصحابه في خطر مش بيفكر مرتين، بيطلع سيفه وخلاص قرر يسحبه. بيقول بينه وما بين نفسه كلكم كنتوا كويسين معايا واول مره احس ان ليا اصحاب بعد ما بقيت معاكم. يوكو بيجي وقتها وبيشوف اللي بيحصل. بيقول لرين ده فخ اوعى تقع فيه وتحكم في نفسك اكتر من كده، ولكن رين بيقول له انا مش هكون ضعيف تاني، مش هسيب اصحابي يموتوا قدام عيني وانا واقف اتفرج. وبيسحب سيفه يا صديقي والنيران الزرقاء بتملى المكان. شكلها تبقى خراب على الكل يا صاحبي. أمامون أول لما بيشوف كده بيسيب بون وشيا وبيتحمس للقتال، ورين بيقف بكل جمدانه وبيقول له تعالى لي يلا. أمامون بينقض عليه وبيبدأ القتال ما بينهم، ضربات يمين وشمال والاتنين مش رحمين بعض يا صديقي. كل ده بيحصل وسط صدمة بون اللي شاف سيف قتل الشياطين في ايد رين. ضربة أسطورية من رين بتقلب لون السما حرفيا. بينقض على أمامون وبيغرس سيفه في جسمه وبيولع فيه. في الوقت ده كان يوكو خرج الدودة من جسم شيا ورجعت لطبيعتها مرة تانية. أشورا بتوصل وبتلاحظ القتال بتاع رين وبتقول ازاي كنت عايزنا نسيطر على الوحش ده يا شيرو. القتال مستمر ورين مش عاطي فرصة للعين ده يتنفس. رين غضبه بيزيد اكتر ومعاه بتزداد نيرانه والسيف بتاعه بدأ يتشقى وما عادش مستحمل قوته. نيران رين على وشك التهام أمامون من قوتها بالطيار لبعيد. مافيستو لما بيلاقي ان أمامون اتهزم بيستدعي بوابة غريبة وبيحبسه جواها. كان فاكر ان الموضوع خلص كده ولكن لا والله. رين بيجي في لمح البصر وبضربة واحدة بس بيقسم البوابة دي نصين. انفجار ناري رهيب ورين خلاص الجزء الشيطاني اللي جواه خرج عن السيطرة. الغضب تملك منه والسيف خلاص ما عادش قادر يحتوي قوته. شكل اللي جاي اجمد من اللي عدى يا صديقي. فيا ترى رين مصيره ايه بعد ما اصحابه شافوا سره اللي مخبيه؟ وهل هيرجع رين مرة تانية ولا خلاص كده هيفضل شيطان طول حياته؟ وهل اسئلة كتير نعرفها في الجزء اللي جاي وانا هبدأ اشتغل عليه من دلوقتي حالا. فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار بالحلقة الجديدة اول لما تنزل، وتعمل لايك للفيديو ده علشان اعرف انكم متحمسين للحكاية، والاهم من ده انك تصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. ويا رب تخشوا الجنة كلكم وسلام.